السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما قلنا في الحلقة الأولى من سلسلة سوق المونتاج اللي هي كانت الحلقة اللي فاتت، ان احنا مش هدفنا ان احنا نهدم بس، احنا هدفنا ان احنا نوضح الأخطاء عشان ما نعملهاش، ومقابل ده عايزين بقى نوضح الحاجات الحلوة عشان نتعلمها. وقلنا ان احنا ان شاء الله هنعمل سلسلة تانية اسمها تعملها ازاي، هنتكلم فيها عن تيبس اند تريكس كده في المونتاج، وتريكات وحركات وحاجات حلوة كده نعملها في المونتاج. ممكن نكون وضحناها في الكورس، بس حبيت ان احنا نعملها في سلسلة مستقلة بحيث ان انت ما تبقاش محتاج ترجع للكورس تاني علشان تشوف التريكات دي بتتعمل ازاي، وبرضه عشان الناس اللي مش مشتركه معانا في الكورس تتعلم التريكات دي ويكون علم فائد للجميع ان شاء الله. فدي باذن الله هتكون اول حلقه من سلسله تعملها ازاي. بشوف شباب كتير عندنا في جروب الكورس على التليجرام بتسال عن الكلام اللي بتكتب خلف الشخص، زي الكلمه اللي ظاهره ورايا دلوقتي دي، وبيسالوا الكلمه دي تتعمل ازاي او تتكتب ازاي ورا الشخص. فتعالى بينا مع بعض واحده واحده نخش على برنامج المونتاج واقول لك تعملها ازاي. وركز معايا عشان انا في الحلقه دي هحاول على قد ما اقدر اتعرض لاخطاء وعقبات عشان نشوف برضك ازاي نعدي الاخطاء والعقبات دي. يعني انا مش هدفي ان انا اقول لك التريكات دي بتتعمل كده ودي حط دي كده وشيل دي كده واسيبك وامشي. ما انت ممكن يقابلك اخطاء، ممكن يقابلك عقبات، ممكن ما تظبطش معاك. فانا هحاول على قد ما اقدر اعملها مانيوال قدامك من غير ما اقطع في الفيديو اللي انا بصوره ده، يعني عشان الموضوع يكون قدامك بحيث ان احنا لو قابلنا اي عقبه او اي خطا نعرف ازاي نتفاداه. فيلا بينا بسم الله وركز معايا. اول حاجه هنعملها هنفتح كاب كات او اي برنامج مونتاج هنشتغل عليه بالمناسبه، مش شرط كاب كات يعني، بس كاب كات هو احسن برنامج في الحته دي عشان هو بيعزل خلفيه تلقائيا. لو في برامج بتعزل خلفيه تلقائيا نشتغل عليها عادي. برنامج زي بريمير ما بيعزلش خلفيه تلقائيا، لازم تخش افتر افكت وتحدد الشخص وكده، فكاب كات هو اسهل في الموضوع ده يعني. فهنعمل كرييت بروجكت وهنخش على نجيب الفيديو اللي احنا عايزين نعمله ايا كان الفيديو، نحطه هنا تحت كده. فانا عايز اكتب ورا الشخص كده، عايز اكتب كلمه مهما كان مين الشخص ده، يعني مش قصدي ورا القمر نفسه، يعني ايا كان شباب بقى، ايا كان الشخص يعني اكتب وراه الكلمه دي ازاي. انا دلوقتي مثلا عايز اكتب هشام مصطفى مثلا، فاروح على التكست واجيب ديفولت تكست كده واحطها هنا، خليني اكبرها شويه كده بالشكل ده، وهكتب هنا كده هشام مصطفى بيه. هختار الخط مناسب يكون كويس، انا بحب الخط بتاع بلسم ده، وابدا احدد مكانها. وكده الكلمة بقت جاهزة ان انا احطها ورا الشخص كده. طيب اعمل ده ازاي؟ ركز معايا واحدة واحدة وخليك معايا. هاجي على الفيديو نفسه واروح دايس الت واسحب منه نسخة لفوق بالشكل ده كده، جات ما بين الكلمة مش مشكلة، اروح ساحب. انا كده كده هحتاج انزل الكلمة بس ايه، خليها فوق دلوقتي. فكده اصبحت الكلمة فوق وانا معايا نسختين من الفيديو فوق بعض. فهاجي على النسخة دي، انا مش محتاج الصوت بتاعها في حاجة، فانا النسخة اللي فوق دي هروح اعمل لها اكستراكت اوديو واروح ماسح الاوديو بتاعها خالص، او ممكن من غير ما اعمل اكستراكت اوديو ممكن اروح جاي على السهم ده او على الخط ده واروح سحبه لتحت خالص كده. فكده الصوت بتاع النسخه دي اتكتم. مهم ان انا اكتم صوت النسخه التانية علشان الصوت ما يبقاش معايا مزعج في الحته دي. تمام كده. الخطوه اللي بعد كده ان انا هاجي على الفيديو اللي فوق او النسخه اللي انا عملتها من الفيديو واعزل الخلفيه بتاعتها. خليني بس احدد حته صغيره علشان الموضوع ما يطولش معانا. فانا هاجي عند الحته دي كده مثلا واروح دايس على الفيديو اللي فوق، وهاجي عند ريموف باك جراوند، طبعا الكلام ده كله في النسخه البرو، وهعمل اوتو ريموف اوتو اعمل اول واحده، ما تصعبوش الدنيا سهله. فهعمل اول نسخه اعمل لها اوتو ريموف باك جراوند، استنى نقراها على ما يخلص. اوتو ريموفال اوتو ريموفال يا شباب، الدنيا سهله. وصل 60%، 70. هو سرع عشان الفيديو انا قصرته. انت بقى عود نفسك لو هتعملها ما تعملهاش في الفيديو كله، اختار بس الحته اللي انت عايز تعمل عليها الكلمه ورا الشخص، وحدد الحته دي بس عشان ما يبقاش الفيديو معاك طويل. المفروض ان كده الفيديو ده الباك جراوند بتاعته اتمسحت. طيب نتاكد ازاي؟ هنيجي عند الفيديو اللي تحت في التايم لاين من تحت خالص، هنلاقي علامه العين كده، هندوس عليها. اصبح ان الفيديو بخلفيه سوداء، يبقى كده الباك جراوند اتمسحت. اظهرها تاني، وهنا بقى هضطر او هحتاج ان انا احط الكلمه ما بين الفيديوهين بالشكل ده. فكده اصبحت الكلمه اللي انا عايزها ورا الشخص دي. ممكن بقى اعملها في صوره، اعملها في مبنى مثلا لو انا بعمل فيديو عقارات، اعملها في فيديو تاني، اجيب فيديو واحطه يعني مكان التكست ده. اي حاجه هحطها مكانه هتبقى ظاهره ورا الشخص. تعالوا مثلا نجرب نجيب صوره، او خلينا نجيب صوره هنا من الميديا بتاعت البرنامج على طول. عايز اعمل نار مثلا ورا الشخص، فاروح حاطه ما بين الفيديوهين كده، وهاجي هنا الاقي النار ايه، اتعملت
بين الشخصين. النار هنا ظاهره بخلفيه سوداء اصلا، فانا هروح عند الفيديو بيزك وهخير المود بتاعها. البلند دي هخليها مثلا بالشكل ده كده. خليني اكتم الصوت عشان ما اتلخبطش واسمع واشوف. حصلت النار اللي انا عايزها ما بين الشخصين بالشكل ده كده. فاي حاجه بقى انت هتحطها ما بين الفيديوهين، ما بين الفيديو الاساسي والفيديو اللي هو النسخه اللي انا مسحت الباك جراوند بتاعته، اي حاجه هحطها ما بين الفيديوهين هتظهر ورا الشخص بالشكل ده. طيب احنا هنا قابلتنا مشكله ان انا الكلمه مش ظاهره، يعني انا ظاهر هشام مصطفى مش ظاهره كلها. طب انا عشان احل دي اعمل ايه؟ محتاج ان انا اطول الكلمه شويه. خليني ارفع الكلمه فوق كده علشان تبقى ظاهره قدامي، وهصغرها كده مثلا. وعايز هنا عند هشام دي اطولها شويه. الحركه دي اللي هي بتطول الكلمه، فهتقابلني مشكله. لو صغرت مثلا كده قابلتني مشكله ان الكلمه الحروف ما بعدتش عن بعض، ده الكلمه شكلها باظ. فانا هنا عندي حلين ممكن ألجأ ليهم. الحل الأولاني إن أنا هروح على جوجل واكتب عكس الكلام، واختار أي موقع يعكس الكلام معايا. هفتح الموقع ده مثلا، واروح على كاب كات تاني، اخد الحتة اللي انا عملتها دي كوبي، واروح على موقع عكس الكلام واعملها بس بالشكل ده كده. واروح واخد عامل تحويل ونسخ من تحت كده، واروح حاططها مكان الكلمة دي، فظهرت معكوسة. فهروح واخد الكلمة دي تاني اللي هي المعكوسة بقى، وهروح على موقع عكس الكلام تاني، وهكتب له الكلمة المعكوسة دي فوق، وهروح واخد اللي تحت كوبي، وهروح رايح على كاب كات واحطها هنا بيست. الكلمة الحمد لله ظبطت معايا، بس حرف الميم ده مش ظابط، فممكن اغير الخط علشان ايه حرف الميم يبقى احسن من كده. هطلع اجيب الخط ده مثلا او الخط ده عادي، ادور على الخط لحد ما الاقي خط مناسب ويكون الكلمة شكلها مش بايظ. يعني الكلمة هنا ظبطت اهي، وهنا ظابطة برضو، فالخط مش هيبقى معضلة معايا. فأظن الكلمة دي ظاهرة كويسة هنا خالص. وابدأ بقى احط انا عايز احطها فين، يبقى شكلها ظاهر ازاي، تبقى عاملة ايه. فبالشكل ده انا تفاديت حتة عكس تطويل الجملة او تطويل المسافة اللي ما بين الحروف من غير ما ابوظ شكلها، لان للاسف كاب كات ما بيدعمش الموضوع ده. طيب في طريقة تانية اسهل من الموضوع ده كله. في طريقة تانية ان انا مثلا هاخد صورة من الفيديو. خليني امسح التكست ده او اخفيه دلوقتي. هاخد الصورة دي مثلا، عامل لها اكسبورت سكيل اي حاجة، اسميها مثلا 44، واروح افتح كانفا، اقفل الكلام ده كله، وهروح افتح كانفا من هنا كده، وهعمل تحميل للصورة بتاعتي اللي انا خدتها من الفيديو. هدوس تحميل الصورة اهي، واعمل الاستخدام في تصميم جديد. او بص برضو لو عملت الاستخدام في تصميم جديد هيقول لي طب انت عايز مقاسها ايه؟ فانا عشان ما ادوش نفسي بموضوع المقاس ده، فانا هدوس تعديل الصورة على طول، ولما يتفتح لي البار بتاع تعديل الصورة اروح دايس ايه؟ الاستخدام في تصميم. هي هتشتغل دلوقتي بس الصورة بتتحمل، فاول ما تتحمل كلمة الاستخدام في تصميم دي هتتفتح لي. والصورة دلوقتي اتحملت معايا اهو، واصبح ان انا اقدر ادوس الاستخدام في تصميم. فاول ما ادوس الاستخدام في تصميم هيفتح لي تصميم على قد الصورة بتاعتي بالظبط. لما الصورة تتفتح معايا كده انا خلاص عارف ان انا عزلت الخلفية هناك. محتاج عايز اعزلها هنا عادي مفيش مشكلة، ممكن ادوس على تعديل وادوس مزيل الخلفيه، او ممكن اعمل حاجه احسن عشان يبقى انا كل خطوه ماشي معاها بالملي. هعمل دبل كيت من الصوره دي، هعمل دبل كيت كده واحط دي فوق دي بالظبط، واروح على الصوره اللي فوق واعمل مزيل الخلفيه. انا كده الصوره بتاعتي الخلفيه بتاعتها اتمسحت، فهرجعها مكانها كده، واروح عند النص واكتب النص اللي انا عايزه، وليكن هشام مصطفى، وهكبر بالشكل ده كده، وهحطها مكان ما انا عايز. اختار الخط اللي عاجبني او الخط المناسب بالنسبه لي، ايا كان الخط مش هتفرق، المهم ان احنا نتعلم هي بتتعمل ازاي. فانا دلوقتي لو جيت رجعت دي ورا الشخص بالشكل ده، برضو ظهرت نفس المشكله ان الكلمه مش واضحه، فانا عايز اطولها. هنا بقى في كانفا اقدر اطولها عادي من غير اي مشاكل، اطولها كده زي ما انا عايز، هقلبها بس عربي واطول كده زي ما انا عايز، ما عنديش اي مشكله اهو بالشكل ده كده، واطول زي ما انا عايز. وكمان اجرب مكانها، هدوس عليها كده وهرجعها ورا، واحنا شرحنا الكلام ده كله في كورس التصميم. بالشكل ده كده ظهرت الكلمه ورا الشخص هشام مصطفى. ممكن احط كمان شويه حاجات، شويه افكتات. لو رحت على العناصر دي بقى ميزه، زي ما قلت لكم في الكورس، دي ميزه ان انا اربط كانفا بكاب كات، او ان انا اربط التصميم بالمونتاج. هتلاقيني بطلع نتائج ما حدش هيعرف يطلعها غير اللي بيعمل كده.
يعني ما حدش يعرف يعمل كده او يطلع النتائج دي غير اللي بيعمل كده، غير اللي بيربط التصميم بالمونتاج. ممكن احط دي كده في الاخر مثلا وتطلع معايا مع الكلمه. ممكن اقلل الشفافيه بتاعتها من هنا كده، خليها كده مثلا. ممكن لو كتبت اضاءة اختار اي حاجة تظهر كده مع الكلمة تدي شكل. ممكن اجيب اضاءة من الكشاف ده مثلا والفها كده شوية عشان تكون مناسبة للمشهد، كأن الكشاف اللي ورايا مضيء بالفعل وهو مش مضيء ولا حاجة. لو مضايقاني دي امسحها. ممكن اضيف ايه تاني؟ ممكن بقى اضيف اي ايتم. لو كتبت كده عناصر مثلا او نيون او اي حاجه انا عايز اضيفها، وادوس تصميم جرافيك كده واضيف حاجه زي كده مثلا. هلعب بقى براحتي خالص واحط كل حاجه ورا الشخص، واخلي دي كده مثلا ورا الشخص كده. واعمل ايه تاني مثلا؟ واعمل اي حاجه انا عايزها، اي حاجه اقدر او اي حاجه حابب احطها ورا الشخص اقدر احطها، ما عنديش اي مشاكل في ده. عايز اخلي العنصر ده لونه اصفر مثلا واخليه هنا كده. طبعا الكلام ده شكله وحش جدا، انا بس بجرب قدامكم. واخليه ورا الشخص برضو كده. انا كده عملت ايه؟ الصورة او عملت المشهد اللي انا عايز اشوفه على كاب كات، اللي انا عايز اشوفه على برنامج المونتاج. كله بقى تمام قدامي. فاروح اعمل ايه بقى؟ اروح اعمل حركة حلوة خالص. هروح ماسح الصورة دي والصورة الاساسية همسحها واسيب كل حاجة زي ما هي. وعشان الدنيا ما تعومش في بعضها ممكن اخلي اللون ده رمادي كده مثلا. الدنيا كلها باينه قدامي اهي، الكلمه باينه والعناصر اللي انا حطيتها باينه. واروح دايس مشاركه، تنزيل، واخليها خلفيه شفافه. اعلم على خلفيه شفافه. طبعا الكلام ده كله هيتعمل لو انت على كانفا برو، ولو انت مشترك معانا في الكورس فانت طبيعي على كانفا برو، فالموضوع ده مش هيضايقك يعني. وهدوس حفظ واروح يا باشا على برنامج المونتاج بتاعي. اجيب الصوره اللي انا لسه عاملها دلوقتي على كانفا اهي، وهروح حاططها بين الفيديوهين هنا كده، فظهرت معايا الصورة زي ما انا عاملها على كانفا بالظبط. فلو جيت من الاول كده وشغلت، خلينا نجيبها هنا كده مثلا من غير بقى ما اعمل تكست على كاب كات، ومن غير ما اروح على موقع عكس الكلام، ومن غير ما اعمل اي حاجه. انا دخلت عملتها على كانفا بالشكل اللي انا عايزه، وضفت عليها عناصر وخليت شكلها جمالي اكتر. فتعالوا نشوف هتظهر ازاي. هتظهر بالشكل ده. فبدل ما تظهر كده انا ممكن اعمل لها مثلا حركه في الدخول والخروج بتاعها يديني شكل الطف وشكل احسن. فظهرت كأن الشاشه نورت عليها واختفت بالشكل ده، وحاجه جميله جدا ومهاره حلوه جدا اتعلمتها لما ربطت التصميم بالمونتاج. احنا كده في الفيديو ده عرفنا ازاي نعزل الشخص عن الخلفيه، عرفنا ازاي نحط كلام ورا الشخص سواء تكست او عناصر صور فيديوهات اي حاجه نحطها ورا الشخص، عرفنا ازاي لو قابلتنا المشكله بتاعه تطويل الكلام نعملها على كاب كات، عرفنا ازاي نستفيد بكانفا في المونتاج او نستفيد بالتصميم في المونتاج، ونربط كانفا بكاب كات ازاي. والكلام ده شرحناه في الكورس، واظن انتوا الكلام ده عارفينه. ولو انت مشترك معانا في الكورس فهيبقى مفتوح معاك كانفا برو، فهتقدر تستخدم الحاجات دي كلها. دي كانت اول حلقه، دي تسخينه، لسه اللي جاي كبير واللي جاي طلق حي. فركزوا معايا في اللي جاي واعمل اشتراك عشان توصلك كل التريكات اللي هنتكلم عليها في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ولو شفت قدامك اي حاجه اتعملت في اي فيديو تريكايه حابب تتعلمها، اكتبها لي في التعليقات او ابعت لي الفيديو بتاعها على الانستجرام، او لو انت معانا في الكورس ابعت لي الفيديو بتاعها على الجروب بتاع الكورس. وان شاء الله الحاجات دي كلها هنجمعها وهنعمل عنها فيديوهات في سلسله تعملها ازاي. وبالنسبه لسلسله سوق المونتاج مكمله معانا ان شاء الله. احنا بنعمل تقييم لفيديوهات الشباب اللي معانا في الكورس، وبنعمل تقييم لكل الناس. لو انت مش معايا في الكورس ابعت لي الفيديو اللي انت عايز تقيمه على الانستجرام وانا ان شاء الله هقيمه لك. ولو انت حابب تشترك معايا في الكورس سواء كورس التصميم او كورس المونتاج، هيكون في طبعا خصم مميز وخاص بمشتركين القناه، هتلاقوه في الديسكريبشن، هتلاقوا رقم الواتس. ابعت لي بس كلمه مشترك على رقم الواتساب وهيكون في خصم مميز جدا جدا لكم. وبس دي كانت اول حلقه، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. فاشتركوا في القناه واعملوا شير، يمكن الناس تستفيد او يمكن حد يستفيد. اعمل منشن لحد بيتعلم مونتاج، ممكن التركات دي تنفعه. شير الحلقه دي مع حد، جروب انت في جروب مونتاج او حاجه، انت وصاحبك بتتعلم مونتاج، شير الحلقه دي معاه. اكتب لي في التعليقات بقى حاجات عايز تتعلمها، تركات عايز تتعلمها. اكتب لي الفيدباك بتاعك عن السلسله دي، عجباك مش عجباك، حلوه مش حلوه، محتاج نطور فيها حاجه، افكار جديده عندك اكتبها لي، وان شاء الله هنقرا التعليقات دي كلها ومش هعمل منها اي حاجه. لا، كل كلامكم على راسي باذن الله، وكل تعليقاتكم على راسي وهقراها واحد واحد. فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ارجو ان يكون الفيديو ده استفدتوا منه وتعلمتوا منه حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله.